السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الصفحة الرسمية للأهلي تنشر صورة لحسين الشحات وسامي قمصان وهم يمزحون مع بعض للتأكيد على إنهاء الأزمة. أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يؤكد في بيان رسمي عدم تلقي النادي أي عروض لمحمد عبد المنعم وشعور اللاعب بالراحة التامة مع النادي. نادي زد يتعثر لأول مرة في الدوري ويفشل في الوصول للنقطة التاسعة من المسابقة بعد الفوز في أول مباراتين له والتعادل في الثالثة، ليصبح الأهلي وفيوتشر الفريقين الوحيدين القادرين على تحقيق العلامة الكاملة من الجولات الثلاثة الأولى. رام ربيعة يلوم حظه بسبب تعرضه لإصابة قبل اختيار قائمة المنتخب الوطني لمعسكر أكتوبر، وياسر إبراهيم يتواجد بالقائمة بدلا منه. بيرسيتاو ومعلول يتلقون استدعاء من منتخبات بلادهم للتواجد في معسكر أكتوبر الحالي. حالة حزن شديدة تسيطر على كهربا بعد تأكد استبعاده من المنتخب الوطني. روي فيتوريا يستبعد محمد شريف لاعب الخليج السعودي من المنتخب الوطني بسبب تقديمه مستوى غير مقنع في الفترة الأخيرة. رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حداد في جميع مباريات الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة تخليدا لذكرى شهداء حرب أكتوبر. محمد مغربي ينفي ما يقال عن إخباره من الأهلي بعودته للفريق في انتقالات يناير المقبل وقطع إعارته. صلاح محسن يواصل الغياب عن الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري بسبب عدم الجاهزية. إيهاب جلال يؤكد للاعبي الإسماعيلي على ضرورة استغلال أنصاف الفرص التي ستتاح لهم أمام مرمى الأهلي لهز الشباك الأحمر في مواجهة الأحد. الأهلي ينفي أنباء فتح ملف التعاقد مع جوستافو سوزا مجددا في يناير القادم، ويؤكد أن عدد الأجانب في الفريق لا يسمح له بذلك. وزير الرياضة يهنئ المغرب بالحصول على تنظيم كأس العالم 2030. ليفاندوسكي يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو بسبب إصابة في الكاحل. أستراليا تدرس التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 ومنافسة السعودية. قائمة المنتخب الوطني لمباراتي زامبيا والجزائر جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي. في خط الدفاع محمد هاني، عمر كمال، عبد الواحد، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي. في خط الوسط طارق حامد، مروان عطية، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي. تحت الهجوم أحمد سيد، زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن، تريزيجيه، حسين الشحات. روي فيتوريا: مباراة تونس سمحت لنا بتنفيذ نظام جديد في خطة اللعب، وهذا أكد لي قدرة اللاعبين على استخدام أي أسلوب مختلف، ولذلك كان المعسكر الأخير مهم جدا. لا أتفق مع من يقولون أن مواجهة تونس كانت أول مباراة قوية أو صعبة للمنتخب خلال قيادتي له، فقد لعبنا من قبل ضد بلجيكا وأيضا أمام غينيا في ظروف صعبة، ولقاء تونس كان صعب بسبب عدم بدء الموسم لأغلب اللاعبين لدينا. هدفنا من المعسكر المقبل خلق نفس الظروف التي ستواجهنا في أفريقيا، لذلك أقمنا المعسكر خارج مصر، كما سنخوض مباراتين بنفس المستوى الذي قد نواجهه في البطولة، وإقامة المباراتين على ملاعب تستقبل جماهير قد تصل ل40,000 مشجع. آخر مباراة رسمية في الدوري ستكون يوم 8 من هذا الشهر، ثم سنلعب مباراتين وديتين، الأولى يوم 12 والأخرى 16، وهو نفس نسق مباريات أفريقيا تقريبا. نريد تجهيز اللاعبين ذهنيا وبدنيا، وسيكون المعسكر المقبل اختبار للاعبين لقدرتهم على خوض مباريات صعبة على نفس مستوى أفريقيا. نراقب العديد من اللاعبين المصريين، وسعيد بعودة النني وتريزيجيه وأيضا إمام عاشور، والذي عاد مجددا بعد التعافي من الإصابة والمشاركة في المباريات. أفريقيا تعتبر من المنافسات الصعبة جدا، وهناك منتخبات تمتلك لاعبين يخوضون مستويات عالية جدا، حتى المنتخبات التي يقال عليها صغيرة تكون منظمة جدا، وتفاصيل بسيطة تؤثر على النتائج. معايير في اختيار ثلاثي حراسة المرمى هي ثنائي يمتلكون الخبرة والثالث صغير السن، وصبحي شارك في كل المباريات باستثناء لقاء واحد، ونحن معجبين به جدا، وأعتقد أنه حارس المرمى الوحيد الأقل من 25 عام ويشارك في الدوري الممتاز. وهناك 6 حراس مرمى أراقبهم ومعجب بمستواهم، وقد يتم الاستعانة بهم في أي وقت. لكي أكون واضح، جئت إلى هنا بعقد حتى عام 2026 من أجل إعداد المنتخب المصري لكأس العالم، وأنا مستمر لنهاية عقدي بغض النظر عن العروض التي أتلقاها.
ميرفت السيد أحمد المرشحة لرئاسة نادي الزمالك. ترشحت لمنصب رئيس نادي الزمالك لأنني لا أرى أي شخص جدير بقيادة نادي الزمالك في الفترة القادمة، وأنا وحدي قادرة على قيادة الأبيض لما أملكه من خبرات في المناصب القيادية في وزارة الشباب والرياضة. لا أحب ما يحدث الآن من بعض المرشحين في التعامل مع أزمات نادي الزمالك بهدف الدعاية الانتخابية. أي شخص يريد دعم النادي حبا فيه لا يجب عليه الإعلان عن ذلك، لكنهم يعلنون عن الدعم ليكسبوا تعاطف بعض من أعضاء الجمعية العمومية. هناك عدم تساوي بين المرشحين من خلال الدعاية الانتخابية في الزمالك، وهذا ليس شيء جيد قبل الانتخابات. حمادة إمام هو من أطلق علي لقب المرأة الحديدية بسبب جودة عملي في الشأن الرياضي داخل نادي الزمالك، والعديد من رموز الزمالك يعرفوني جيدا من خلال انتخابات 2001 مثل حسن شحاتة واسماعيل يوسف والعديد من الأسماء. وفضلت الترشح هذه المرة بسبب ما يشهده نادي الزمالك من أزمات عديدة في كل المجالات. حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك. لم أعقد أي جلسة مع أحمد فتوح أو أي لاعب آخر، ليس لدي صفة أو صلاحية حاليا للتفاوض مع أي لاعب. هناك إدارة حاليا تدير نادي الزمالك، وإذا احتاجوا أي مساعدة فنحن جاهزين لدعم النادي. ملف كرة القدم هو أكبر ملف ولابد أن يتم الاهتمام به، واللاعبين والجهاز الفني هم أساس عملنا، وكرة القدم هي مقياس النجاح والجماهيرية، وسنحاول تهيئة الأجواء لجميع اللاعبين وخاصة في كرة القدم والمحافظة على كيان الفريق. دوري هو الحفاظ على حقوق الزمالك ولاعبيه وجماهيره وأعضاء الجمعية العمومية فقط، وليس لي أي دور آخر، ومن حق جماهير الأهلي أن تقول ما تشاء وأنا أحترمهم. من يختار اللاعبين هو المدير الفني، ودورنا فقط في الإدارة هو تنفيذ طلباته. أما بالنسبة لي أنا شخصيا كأحد جماهير الزمالك، فإذا تمنيت عودة لاعب سابق بالنادي فسيكون أشرف بن شرقي.